بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مع حضراتكم مجد الإطربي، أقدم لحضراتكم معلومات تثقيفية عن العملة المصرية، نحلق في سماها، نغوص لنستخرج خفاياها. فإذا كنت تشاهد قناتي لأول مرة، أدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل جديد. 10 أعوام عطاء من خلال هذه القناة، كل هذا وأكثر سنقدمه وستعرفونه من خلال هذه المحاضرة أو هذا الفيديو من سبعينات القرن الماضي. أقدم لحضراتكم الإصدار السابع من فئة 10 جنيهات، الرمز ر، والعلامة المائية الكاتب المصري القديم. تصميم الورقة، الوجه يحتوي على مسجد السلطان الناصر حسن في إطار الإصدار زخارف إسلامية، والتوقيع والتاريخ. ظهر هذا الإصدار عليه على يمين الورقة تمثال الملك خفرع، خلفه قرص الشمس يمثل الأبراج السماوية، وأمامه منظر للأهرامات الثلاثة. أسفل الورقة الشهور مقسمة إلى 3 فصول. أبعاد الورقة 181 في 90 ملي، وزي ما قلنا الظاهر عليه البنك المركزي، و10 جنيهات باللغة الإنجليزية. التواقيع، وكما سنبين في المحاضرة 3 محافظين، وهما عفوا دكتور أحمد نظمي، وأحمد زندو، ومحمد عبد الفتاح إبراهيم. زي ما قلنا ظهر الورقة يمثل التمثال خفرع. يعد هذا التمثال من أفضل التماثيل التي تمثل الجمال وما توصل إليه قدماء المصريين من تقدم في النحت، ويعتبر هذا التمثال من أفضل التماثيل التي قدمها قدماء المصريين. وهي زي كما قلنا تظهر جمال فن النحت والإبداع في تلك الفترة. يمثل التمثال خفرع جالسا على عرشه، خلفه أهرامات الجيزة، من فوقها قرص الشمس، وهو من أعظم التماثيل، ويمثل إبداع وهيبة شخصية الملك. وهذا التمثال من حجر الدوريت، وهو من أصلب الأحجار النارية البركانية
عفوا. كل هذا وأكثر سنقدمه من خلال هذه المحاضرة. يبدأ التوقيعات بتوقيع أحمد نظمي. وبالمناسبة وقع من بريفكس 1 إلى بريفكس 40. يليه أحمد زندو، أحمد زندو، ووقع كمية كبيرة جدا جدا من البريفكسات من هذا الإصدار. أحمد زندو زي ما قلنا وقع كمية كبيرة جدا من الإصدارات. عفوا. وقع من بريفكس 40، من بريفكس 41 إلى بريفكس 608، ويعتبر هذا العدد هو أكبر عدد لمحافظ بنك مركزي وقع على هذه الفئة من أول إصدارها إلى الآن. يليه محمد عبد الفتاح إبراهيم. محمد عبد الفتاح إبراهيم وقع من 609 إلى 693. الورقة طبعا، الإصدار طبعا إصدار جميل ثري شيك، يقدم على الوجه مناظر للآثار الإسلامية بما فيها المسجد والأطراف الورقة عليه الطراز الإسلامي بأشكاله المختلفة والمستوحاة من التراث الإسلامي. يبقى الوجه عليه طراز إسلامي، والظهر عليه الطراز الفرعوني بجماله وعمق تاريخه وإمكانياته العالية جدا في التقديم. إصدار جميل ورائع، ولو إنه معمول منه كمية كبيرة جدا إلا إنه الديزاين بتاعه ديزاين حلو وثري قوي، ويقدم كل جديد. عفوا. قدمنا لكم من خلال هذه المحاضرة الإصدار السابع من فئة 10 جنيهات المصرية، وأرجو أن أكون أضفت جديد إلى معلومات حضراتكم. أرجو أكون قدمت لكم الاستفادة من خلال هذه المحاضرة. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.